أصدقائي المشاهدين مساء الخير. جواد الأسدي مساء الخير. مساء الورد. بيسعدني أني حورك. نسمع أنا جواد الأسدي على الخشبة غير جواد الأسدي في المسرح الكبير أي الحياة. فهل نحن الليلة حيث نجلس سوف يكون مختلف، حوار ذات نكهة مختلفة عن أي حوار آخر يفترض تجريه أو تعطيه؟ على فكرة الحوار مع ريكاردو، لأنه عملت ريسيرش وعملت مش من باب المدائح، يعني عندي إحساس قوي أنه الحوار هذا راح يكون مختلف عن كثير من الحوارات الأخرى، وعندي إحساس أنه إحنا سنكون حفارين في هذه الليلة من طراز قوي في بنية النص والحياة والبوح الصادق الحقيقي اللي ما في أي تلفيق، أن يكون تلقائي وأنا لا أخاف من شيء. تستطيع أن تدخل معي إلى المنطقة التي تشتهيها، يعني تقول كل شيء. كل شيء، لا تبوهات، لا سقف، لا رومانسية، وأحيانا بشرط أن تكون حقيقية جدا جدا وتكون نابعة من القلب. أنا لا أخاف شيء، وكل الخوف بالنسبة لي مفردة غير موجودة، لا بالبروفا مع الممثلين بالبروفا أتعرى بشكل فعلي من فكرة الخوف وأدخل بعيد غير مسبوق في بروفاتي، وهكذا بالحوارات الذكية أو بالحوارات اللماحة مع الناس اللماحين أدخل بحوار فيه الكثير من إمكانية أني أقول أشياء بلا خوف، بلا أي تردد وبلا أي صنعة، لأنه أظن أنه آن الأوان بالنسبة لنا كمخلوقات وكناس وأن نشتغل بالمسرح أو حتى الإعلاميين والناس اللي هم شغوفين بأن يقولوا الحقيقة بشكل الطبيعي، أن يكونوا كما هم، وأن لا يكونوا كما يكتبون. سبب لي مزالق كثيرة، يعني حتى مع الشخصيات السياسية اللي التقيتهم في حياتي سواء بالعراق أو غير العراق، حتى الشخصيات السياسية العربية اللي قدر لي أنا أشوفهم، أو الشخصيات اللي هم مسكونين بالفلسفة، أو الناس اللي مسكونين بالفكر الديني الأصولي، كان المسدود الأفق بمعنى من المعاني، والتنويري اللي هو مفتوح الباب على الكثير من التنوير. تعودت وعودت الآخر أن أكون حر بدرجة عالية من الحرية، ولا أخاف من الحرية إطلاقا. يعني ريكاردو، أنا لا أريد حملات الكلام الذي أريد أقوله، لأنه أنا أظن يعني واحدة من الأسباب الحقيقية في أنك تمتهن المسرح وأنك تكون مخرج مسرحي أو تكون كاتب مسرحي هي فقط من أجل أن تقول كل شيء، أن تقول الحقيقة، أن تسقط فكرة التابو، يعني هذه المحرمة، وأن تعيد تركيب الأشياء لكي تكون أنت ابن عصرك، لكي تكون أنت ابن يومك، ابن حياتك اليومية. المكونات المشهدية الكربلائية المتراكمة في ذاكرة يساريا. أنت فنان مفعم، كربلائية ماركسي العقيدة. هل الفصل بين المكان والكيان أمر سهل؟ كربلاء بطفولتي كانت هي مدينة مثل يعني تشبه جحيم دانتي بشكل أو بآخر، بأي معنى. جحيم دانتي بمعنى أنه كأنما كل الكائنات الموجودين في كربلاء في 10 أيام عاشوراء كانوا يرمون جميعا إلى الحريق، يرمون جميعا إلى المبارزات، إلى السيوف، إلى القتل، إلى النزاع، من أجل إعطاء تفويض إلى شخصية دراماتيكية عالية القيمة، بعيدا، يعني أنا أحكي كليبرالي، بعيدا عن فكرة التدين والدين والهامش الديني. أتحدث عن هذه الشخصية الفدائية الكبيرة، عن السبارتاكوس العربي اللي هو الحسين ابن علي، الذي هو كتب كربلاء، أو كربلاء كتبته من جديد حقيقة. المشكلة كانت دائما أنه هذه الشخصية يعني منذ كانت فداء ومنذ كتبت الفداء ما زالت هذه الشخصية مسجونة في داخل الفكر الشيعي المتزمت. ما زالت هذه الشخصية وشخصيات أخرى لم تستطع أن تنعتق أو أن تفك هذا الغبار السميك أو هذا السجن الكبير الذي صنعه الشيعة نفسهم بنفسهم لهذه الشخصية. لأن أنا أظن أن كل الشعوب مثل ما موجود بالميثولوجيا الهندية المهابهاراتا، مثل ما موجود الثقافات الأخرى مثل غاندي، مثل شخصية الحسين، هي شخصية كونية، شخصية عالمية،
ولكن للأسف الشديد لحد الآن يعني بدءا من كربلاء عندما كنتها صغيرا، وكربلاء التي أكونها وأقاتل من أجل أن تكون هذه الشخصية شخصية اعتبارية على منصة موسيقية غنائية جميلة، ما زالت هذه الشخصية مسجونة يسجنها أهلها. الفكر الشيعي المتزمت يعني بشكل كثير عنيف وبشكل كثير قوي. هذا لا يعني أنه لا يوجد مجتهدين بالفكر الشيعي، وأنت تعرف الفكر الشيعي شهد الكثير من المجتهدين وكبار الذين أعطوا تفويضات كبيرة جدا فيما يخص الفكر الشيعي. كنت في عاشوراء تخزن في ذاكرتك الطقوس وتسجل في عقلك الملاحظات كأنك مخرج لملايين من المشاركين في إحياء تلك المناسبة. هل هنالك مشهد معين أردت أن تحجبه عن نظرك كي لا تتذكره مع الوقت؟ هو ليس مشهد عاشورائي، ولكن هو عاشورائي بامتياز. يعني أردت أنا بقوة شديدة أن لا أرى مشهد سبب لي درجة عالية من الانهيار، وبنفس الوقت سبب لي إعادة كتابة هذا الانهيار مقذوفا على نصوص أنا كتبتها بعد ذلك. يعني كنت أتمنى ليس فقط في النصوص، لا أحكي عن حياتي الآن، في حياتك، في حياتي الشخصية، في عيونك. بالضبط. هنالك مسحة من الحزن. بالضبط. هل هذه المرحلة أسست لهذا الحزن؟ بالضبط. كنت أتمنى أني لا أرى أو لا أسمع عن عبد الله الأسدي أخي مرميا على باب بيتنا وقد أعدم، وأتى به عدد من الجنود السفلة والأوغاد ورموه على باب البيت، ولكي يطلبوا من أمي أن يأخذوا من عندها فلوس الرصاص الذي أعدم به عبد الله الأسدي. كنت أتمنى أن لا أرى هذا المشهد، كنت أتمنى أن لا يحدث في العراق، أو أن لا يكون العراق مركب على هذه الشهية الدموية. كنت أتمنى أن الحكام العراقيين القدامى والحاضرين أن يفتهموا ويعرفوا بالضبط ماذا يعني العراق جمالا وسحرا وأسطورة، وكيف يعيدوا كتابة العراق كتابة مدنية جديدة بلا نزاعات طائفية، بلا عنف طائفي، بلا لصوصية مبتكرة جديدة. أن يفهموا ما هو العراق، ما هي هذه الجنة العظيمة اللي اسمها العراق. كنت أتمنى أنه هؤلاء جميعا يجلسوا على طاولة كلام، على طاولة فعل، على طاولة دستور، على طاولة شيء، لا يعيدوا هذا الخراب المتراكم على كتف العراق أبديا. هذا المشهد هو جزئي ولكنه هو كوني. لكن بين الأمنيات والتمنيات وبين الواقع هنالك فرق شاسع. جواد الأسدي، مثل ما قلنا أنت إنسان حزين. طبعا أنت فقدت الوالد وكان ما زال في مقتبل العمر، في 47 عام. كان سائق شاحنة نشيط. أنت كنت البكر ضمن عائلة مؤلفة من 6 صبيان وفتاة، ومن ثم فقدت خيك عبد الله الذي أعدم بسبب النزاع الشيعي السني في العراق، ومن ثم خيك حسين الأسدي وابنه الذي ألمت به ذبحة أيضا أخذوه بعدما كان شاهد على البطش وعلى العنف، رمي إلى الحفرة وقتل. يعني تم تصفيته بطريقة كثير قذرة وبطريقة لا إنسانية، وهو ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالنزاعات الدينية ولا بالنزاعات الطائفية، فقط على الهوية، لأنه اسمه كذا 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 كذا، حسين كاظم الأسدي ولادة كربلاء، فقط لهذا السبب. فقط. من تبقى من أخواتك تهجروا تشتتوا، كل واحد اليوم مختلفة. هل كل ما مررت به جعل منك إنسان حاقد؟ هل أنت تعرف الحقد؟ لا، أنا لست، يعني أنا أكره هاي الكلمة أصلا، أكره هاي الفكرة. لا أدعو إطلاقا إلى تصفية الحسابات. يعني مع كل الإرث الدموي اللي يعيش العراق، اللي عاش العراق، مع كل الأحزاب العروبية تدعي العروبة وتدعي التمدن، ولكن دفعت العراق والمنطقة العربية إلى الهاوية وإلى حفرة دموية هائلة. نحكي عن العراق الآن. مع ذلك عندما ذهبت إلى بغداد، لما عرضت مسرحية نساء في الحرب مع ممثلات عراقيات، كنت أنظر بعيون المتفرجين القاعدين قدامي، كانت يتفرجون، قسم من عندهم كان يسأل لماذا هذا الآن موجود معنا؟
هذا ماذا كان يفعل في أوروبا وماذا كان يفعل في خارج العراق؟ الآن هو دخيل علينا. لماذا أتى إلينا وهم معتقدين وهم متوهمين أنه رحلتي ورحلة ناس آخرين من أمثال مظفر النواب وسعدي يوسف وكبار الكتاب هذا ماذا كان يفعل في أوروبا وماذا كان يفعل في خارج العراق؟ الآن هو دخيل علينا. لماذا أتى إلينا وهم معتقدين وهم متوهمين أنه رحلتي ورحلة ناس آخرين من أمثال مظفر النواب وسعدي يوسف وكبار الكتاب والهائلة من البشر أنه إحنا كنا في سفرة سياحية. كنت حزين جدا لأني أنظر بعيون أصدقائي وأحبائي أنهم كأنما يسألوا هذا السؤال. أكثر لما رحت للعراق مرة ثانية واكتشفت للأسف الشديد، أقول هذا الشيء، أتمنى العراقيين يشوفوا هذه الحلقة حتى يفتهمون فعليا مرارتي الكبيرة. ما زالوا يعيشون تحت السقف الداخل والخارج. هذا أتى من الخارج وهذا موجود في الداخل، يعني هذا عراقي، هذا ليس عراقي لأنه هو في الخارج، وهذا عراقي جدا لأنه في الداخل. لما رحت للعراق مرة ثانية واكتشفت للأسف الشديد، أقول هذا الشيء، أتمنى العراقيين يشوفوا هذه الحلقة حتى يفتهمون فعليا مرارتي الكبيرة. ما زالوا يعيشون تحت السقف الداخل والخارج. هذا أتى من الخارج وهذا موجود في الداخل، يعني هذا عراقي، هذا ليس عراقي لأنه هو في الخارج، وهذا عراقي جدا لأنه في الداخل. وهي فكرة المثقف الداخل، وكأنما أعطوا لنا صفة اللجوء الأبدية، وكأنما يريد أن يرمونا أبديا إلى أن نكون لاجئين أو بعيدين عن العراق، وأنه ما يعني أن لا يكتب لنا إطلاقا أن نرجع مرة أخرى لكي نشرب من ينبوع العراق أو من الفرات أو من دجلة، أو أن ترجع إلى بيتك تشرب من حنفية بيتك، تضم خالك، أو لكنك أنت تحمل العراق أينما ذهبت وأينما كنت. ريكاردو، هاي جملة أمي. أنت الآن كأنما بشكل كثير عفوي يعني تردد كلمة والدتي فاطمة اللي هي كانت صديقة بروفاتي وصديقة حياتي، وشكرا لأنه هي ما كانت بالأيام الأخيرة، توفت قبل ما يذبح أخي الأخير. كانت تقول جملتها التالية: جواد، هي كانت تشوف حزني وآلامي وكيف موت يوميا وأنا بعيد عن أهلي وقت صدام حسين، وقت السلطة القديمة، يعني سلطة حزب البعث. ابني، ما دمت يعني أنت قادر على أنك تحمل على كتفك وفي دمك وفي وجدانك وأن تعبر عن هذا الحمل، عبر أعمالك، فالعراق معك. أنت تسكن كتفك وفي دمك وفي وجدانك وأن تعبر عن هذا الحمل، عبر أعمالك، فالعراق معك. أنت تسكن العراق مساكنة فريدة من نوعها. كانت تطمني وتشوفني أحيانا، حتى أحيانا أحس بالوحشة والعزلة والموت. يعني تعرف ريكاردو أنه جدا في حياة الفرد أحيانا أنه يرجع وحتى يكون جالس ولو لساعة واحدة تحت نخلة بيته، نخلتنا في بيتنا، أن يدق الباب بالمساء بعد بروفا قاسية ويفتحوا له الباب أهله. احنا عندنا عادة بالعراق انه جمهورية هائلة من الاولاد، يعني كل بنت وكل ابن لما يتزوج يجيب له 6 7 8 بيته مملي بالاولاد، فلما انت تدق الباب يخرجوا لك 30 واحد ويعانقوك ويركبوا على كتفك، عرفت؟ لكن ايضا المسرح بيتك والجمهور اهلك، اكيد، وعائلتك الكبيرة، اكيد. وعندما تنظر وتحدق في عيون والجمهور الموجود على مقاعد المسرح، كما تابعنا في التقرير، الصدفة قذفتك إلى كل العالم، إلى خارج حدود العراق، وحملت هذا العراق معك وهو ينام معك، وأنت تأكل العراق في الصحن يوميا، تتابع هموم أهل العراق. أريد أن أسألك، هل ما مررت به الواقع الذي تحدثت عنه عزز عندك التمرد أو حال التمرد التي تفجرها يوميا على خشبة المسرح؟ جدا جدا. أنا يعني حقيقة أنا كتبت من سائق الشاحنة أبي الذي هو كان بسيط وطيب القلب، كتبت من قبل خالي الذي هو كان شخص، هو خريج القسم الأسباني ويعرف لوركا ويعرف كل الميثولوجيا الأسبانية، كتبت من قبل فاطمة أمي، كتبت من قبل المجتمع العراقي، من قبل أساتذتي. أنا جدا يعني الآن أقف بقوة شديدة وعالية القيمة على خشبة مسرح بابل وعلى الخشبات الأخرى، وأعطي لنفسي التفويض العالي لكي أصنع العرض الجديد الذي أريد أن أقول فيه ما لا يمكن
في بيروت، في عمان، في الشام دمشق، وغيرها طبعا من المدن. أوروبا. الأوطان التي عشت فيها هل كانت تشبه أحلامك؟ إلى حد كبير، ولكن يعني أنا أحلامي ليست أحلام فانتازية، يعني أحلام وردية، ولكن أحلامي هي كثير معملية، واقعية، اختبارية. أنا بظن إذا كانت الأحلام واقعية بالضبط لا تعود أحلام. بالضبط، يعني لا، في أحلام واقعية، لأنه أحلام لما تكون حقيقية وأنت تقدر تحققها، أنت تكون قد فكرت بها مسبقا وتكون أنت تحققها بسياق من سياقات حياتك. هي طموحات أكثر من أحلام. بالضبط، هي أحلام، هي ممزوجة، يعني الطموح هو حلم والحلم هو طموح بالمعنى الشكسبيري والتشيخوفي وإلى آخره. أحب أقول لك شيء، أنه المدينة التي منحتني كل حلمي ومنحتني كل سحر أن أكون مخرج مسرحي، كل سحر ممثليني الجميلين الكثيري السحر والجمال، من أمثال غسان مسعود وفايز قزق وأمل عمران وآخرين كثيرين. كانت دمشق أعطتني هذا التفويض، هذا الجمال. أبواب دمشق التي انفتحت أمامي، شوارع دمشق التي انفتحت، بيوتها سعد الله والنوس، يعني كان بيني وبينها، يعني يمكن في ميزة بدمشق كانت يا ريكاردو أنا ما لقيتها بدول أخرى حقيقة، أنه دمشق كان المثقفين اللي بالشام وبدمشق على درجة عالية من شهية صناعة بيت مدني رائع، خصوصا للغريب. عندما تذهب إلى أي مكان وأنت لست ابن هذا المكان فأنت غريب، فتصور أنه حساسية مثل حساسية سعد الله والنوس، ولا مثل حساسية ممدوح عدوان، ولا سعيد حورانية، ولا ذول الكبار المثقفين، محمد ملص وغير محمد ملص، كيف هم يفتحون بابهم الروحي والجسدي والبيتي حتى يعيشوك في خضم يومياتهم ويشاركوك بالبروفات ويصنعون معاك ذلك السحر اللي اسمه الفن. الأم تحتفظ منها بذكريات جميلة جدا وعديدة بنوستالجيا عالية جدا. هذه المشاعر الجامحة المستمرة ألا تتعبك؟ ألا ترهقك؟ يعني أحيانا، حقيقة أحيانا أحس بمرارة كبيرة جدا لأن أحس كيف شبح هاملت، يعني كيف كيف أبو هاملت يمشي وراء هاملت حتى بعد ما مات. هاملت يظل يحس أنه أبوه موجود على فراشه، موجود. يعني أنت اليوم ترى نعال أمك أمامك بالضبط. تشتم. تعرف أنه فعليا يا ريكاردو، فعليا، وهذا بدون أي زيادة ولا نقصان، لحد الآن النعال اللي كانت تلبسه، الذي في أحيان كثيرة أقعد في الصباح وأقبل من قفاه من الغبرة مالته، شيله وأحطه على جهاز التلفزيون فوق، حتى وأنا أتفرج على التلفزيون نعال أمي محطوط على هذا من تعاستك؟ ليس تعاسة، هو حزن شفيف جدا. ألا يجعلك تطمح أن يحين موعد اللقاء المرتقب؟ قصدك أني أموت؟ بصراحة لأن هي تسكن في، هي تسكنني، بيني وبينها مساكنة أبدية، قصيدية شعرية بمعنى من المعاني. وإن نحن نذهب إلى هذا الاشتباك بين الأم التي رحلت وبين الابن الذي سيرحل إليها. يقال أن الرجل يبقى طفلا إن ماتت أمه شاخ فجأة، هل هذا صحيح؟ صحيح جدا، صحيح جدا. هل صحيح. شعرت بمتاعب أو بثقل الأعوام والعمر عند وفاة الوالدين؟ شعرت بمتاهة كبيرة، مثل أحد كان يعني تحت مظلة رائعة السحر والجمال، وأتى أحدهم بهلول شكسبيري وشال هذا الوتد لهذه المظلة الكبرى ورماها بعيدا عن رأسي. هكذا أحس يوم اللي راحت أمي. ولهذا من اليوم اليوم اللي ذهبت فيه فاطمة، وبدون ندي بحكي لك أنه أنا ذهبت إلى التيه وسعادتي صارت ضئيلة، وحتى علاقتي بالمرأة بكل المعاني أصبحت مكسورة ومهددة ومثلومة بمعنى من المعاني، لأن الأم التي في فاطمة أكلت كل النساء اللواتي أريد أن أكون معهم. بابل هو ما أنشأت، هو حيث نحن الليلة، لكن يبدو أن بيروت خذلتك
فبيروت لم تعد بيروت، والمسرح لم يعد مسرح. هل أنت اليوم نادم؟ لا يعني شوف، هو يعني بشكل ما هذه تجربة كأنما كتب علي أن أخوضها، رغم أنه أنا سبق وأن يعني الكثير من أصدقائي من أول يوم عندما أخذت القرار إني يعني أحط الرحال في بيروت ويكون هناك شيء اسمه مسرح بابل، كتب في جريدة الحياة أو في جريدة أخرى يمكن بالنهار أو كذا إنه جواد الأسدي يرتكب حماقته أو حماقته لأنه فتح مسرح في بيروت وإلى آخره. يعني قسم من الأصدقاء جميلين، شعراء وأدباء وكتاب وكذا إلى آخره، اعتقدوا إنه هذه الخطوة كانت خطوة كثير ارتجالية، وأنا راح أتعلم درس كبير من عندها، درس يعني مرير من عندها. ولكن أنا بالنسبة لي حقيقة صحيح أنه التجربة هي مرة بدرجة عالية من المرارة، ولكن أنا اكتسبت فكرة كثير مهمة جدا، انه انا شخص حالم، يعني عندي حلم، وهذا حلمي له علاقه بان اني اطور فكره عملي وفكره نظام عملي وروح عملي، يعني فكره الاخراج على خشبه مسرح على اقل تقدير زمنها وحياتها ويومياتها ملكي الشخصي. اطور مستويات الابتكار الحقيقيه فيما يخص الجانب الإخراجي الذي لم أستطع أن يعني أخوضها في مناطق أخرى أو في دول أخرى أو في منصات أخرى. لم تختر البقاء في أوروبا، بل أثرت أن توجه سهام تجربتك إلى العالم العربي، إلى أبناء جلدك. لكن اليوم إذا سألنا 10 شباب الاختيار بين ارتياد النايت كلوب وارتياد مسرح جواد الأسدي، 9 منهم نايت كلوب رح يفضلوا طبعا نايت كلوب. طبعا. ألا يجعلك هذا تستسلم؟ كم تحزنك هذه الحقيقة؟ يعني من جهة أنا أردت أكمل لك فكرتي، أنه من جهة يعني مجيئي لبيروت كان عند معنى مثل الحصان ترميه على رصيف وتتركه بقوة عالية الشكيمة، ولكن هذا الحصان وهو يركض على هذا الرصيف لسنوات طويلة، حتى وإن بدا التعب عليه وحتى وإن بدا الإحباط عليه، ولكن هو يكون قد ركض على هذه الأرصفة ويكون قد مخبات، يعني ويكون قد فات بهذه المنطقة الوعرة من الحياة. لأن أنا أعتقد أن الطبيعة الاجتماعية العربية بالذات هي طبيعة مركبة بشكل كثير دراماتيكي وكثير لا إنساني، من حيث أنت تقرأ الغطاء الخارجي لمدينة أنها مدينة مدنية وذات طابع مدني متمدن والكذا، ولكن عندما تدخل فيها وتمد يدك في أحشائها الداخلية تكتشف الذين يقيمون فيها أن هناك طبقات ومستويات وغرف في هذه المدينة، واحد منهم مر والآخر منهم عند درجة ما من المسرة، والآخر عند هزيمة، والآخر عند جحيم قبيلة، وهكذا. بيروت هي مثل ما قلت فسيفساء كان دائما موجودة. بخالفك أنا، لأنه أنا أعتقد العربي القادم من برات بيروت يمكن لا يرى بيروت مثل ما يشوف البيروت الذي هو ابن بيروت. أنا كعربي أو محمود درويش أو آخرين من أصدقائنا اللي أنت تعرفهم والآخرين يعرفوهم، يضعوا لبيروت مكانة الرحم الثقافي، يضعوا لبيروت مكانة الحضن الثقافي العربي الذي يريد أن يكون سباق في طليعيته، من حيث بنية القصيدة، من حيث بنية الشعرية، بنية السينما، بنية من يتحمل هذا الانحدار والانحسار؟ كلهم جميعا، السياسيين الذين للأسف يؤكدون أميتهم المفرطة فيما يخص علاقتهم بالثقافة أولا. 2 البنوك أصحاب البنوك الذين يؤكدون أميتهم الأكثر مفرطة، لأنهم لا يهتمون بالثقافة بس، يعني فقط يهتمون بالحالة الغريزية الموجودة بمدينة رائعة الجمال اسمها بيروت. والجمهور الخطر الانفكاك الذي هو أنت قلت إذا تسأل 10 تقول لهم وين تروحون، لمسرح المدينة ولا لبيروت ولا لبابل ولا لمطعم تأكل وتشرب أو لكلاب، يقول لك أنا أروح حتى أسمع ميوزك وحتى أكل وحتى أملي معدتي.
هذه هي المفارقة الخطرة التي أنا أعتقد معنيين جميعا أن نحكي فيها، ليس من باب توجيه السهام إلى بيروت، ولكن من باب حبنا لهذه الخلاقة الجميلة اللي هي حرصنا على إبقاء بالضبط، على إبقاء على ديمومتها يعني في بيروت. هذا هو. أنا دائما أفكر بهالطريقة، أفكر مع أنه راح أقول لك الآن جملة يمكن أنت راح تحزن لها. قد يكون هذا آخر لقاء في مسرح بابل، قد يكون هذا هو اللقاء الأخير، يعني يمكن هذه آخر ندوة، وربنا إلى 15 يوم أو لا 20 يوم يتم إغلاق مسرح بابل بشكل حقيقي، ليس لهوى من قبل يعني جواد الأسدي الثائر المتمرد يستسلم؟ لا، مش استسلام بسهولة. لا، أنا لا أستسلم، مهنتي مستمرة، أنا مستمر كمخرج وأعاند الكون والخليقة كلها كمخرج وككاتب. بعد التناقض فيما تقول. المدينة يعني في القسم الأول من حديثنا أنت تحدثت عن الأحلام، قلت أنه أحلامك هي واقعية، وحلم تأسيس مسرح هو شيء واقعي. هو شيء واقعي، لكن يا ريكاردو هذا الواقع من أين يتغذى؟ يعني مسرح مثل بابل ولا مثل دوار الشمس ولا إلى آخره، مسرح مدينة، المسرح كله في لبنان في بيروت بالذات، من أين يأكل؟ يعني كيف يحصل على لقمة ديمومته؟ من مصدرين حقيقيين، يعني واحدة من عندهم المؤسسة الرسمية والأخرى العامة التي هي الجمهور. الجمهور هذا هل يبتعد اليوم قرار ذاتي برأيك؟ لأنه المسرح يحمل هموم الناس ويعري الناس وينشد الجمهور بديلا من يقدم له نكتة، هذه ضحكة سخيفة. يعني يمكن الجمهور من طرف ما، إذا أريد نغمز هيك بتواطؤ ما، نعطي شوية نوع من مساحة ما ولو تبدو هيك مش منطقية بالنسبة لي، لكن أريد أقولها. جمهورنا العربي وجمهورنا اللبناني بالذات جمهور متوجع، جمهور يعني مغلوب على أمره بمعنى من المعاني. إذا نريد نمشي وراء هاي النظرية، جمهور أولا على كتف ثقل سياسي لسياسيين أغلبهم جهلة وأميين، وأغلبهم يؤسسوا نزاع عشائر، والتلفزيونات تطلق هذه شو يسموها الكلاشينكوفات والوجوه المسلحة والمعروف إيش، والشارع المضبب بالأسلحة، والناس يركضون وراء خبزتهم، والناس يركضون وراء حياتهم اليومية المتدنية، لا كهرباء ولا مي ولا حياة ولا مثل العراق يعني الذي هو أغنى بلد بالعالم، ولكن أيضا يعيش بالحدود الدنيا التالفة من إمكانية أن يعيش بشكل طبيعي. هذا الجمهور يمكن من باب ما يعني هو يفكر أنه يسمع نكتة، يريد يروح للمسرح حتى يضحك، يريد يبتسم، لمسرح يعمل له كود جنسي أكثر، يعمل له ابتذال أكثر، يخليه دائما يعني نوع من هيك سعادة، وإن بدت سعادة مقنعة تافهة. هنا هو النزاع الكبير جدا بين هذا النوع من المسرح الذي يريد أن يصنع تعرية، الذي يريد أن يصنع نقد، وبين مسرح آخر يتجنب هذه الفكرة تماما. كيف يمكن المسرح اليوم أن يستقطب الجيل الشاب، الجيل الناشئ؟ كيف يمكن أن تعود الشباب اليوم على ارتياد المسرح؟ ما أنا يعني للأسف الشديد أنا أسأل من هم شباب اليوم. هاي المشكلة، أنه شباب اليوم أنا أشوفهم لما أمشي بشارع الحمراء أشوف 90% من الأعمار بين 20 بين 18 إلى 30 يزدحمون يوميا بطريقة خطيرة جدا على الباب، على الريستورانت. وأنا لست ضد الباب ولا الريستورانت، إلى جانب العيش المدني المشترك والحياة الطبيعية. بيروت كانت دوما هكذا، ولكن مع تغيير ديموغرافي اليوم، لكن المسرح كان يومها يستقطب عملية تسطيح للفكر العربي. الآن بهذه التحولات الجديدة في المنطقة العربية المسرح يصبح يصبح منطقة محظورة أكثر فأكثر، لأنه المسرح بالنسبة للفكر السلفي بالعموم، سواء الفكر السلفي السياسي، مو ضروري الفكر السلفي إلا بالإسلام، هناك فكر سلفي عند الإسلاميين، هناك فكر سلفي عند الغير إسلاميين. الفكر السلفي بالعموم يعم المنطقة العربية بقوة وبعنف، ويزيع كل بؤر التنوير عن الحياة اليومية. هذه أفكار سائدة وهذه كليشيهات، لكن على أرض الواقع لن تترجم. لا، مش كليشيهات، هي الآن تترجم. أنت الآن أين؟ في مصر؟ بتونس الآن يتم الهجوم الحقيقي على كل الأمكنة التي هم يعتبروها ملاهي، ولكن هي أمكنة ثقافية.
تغلق واحدة بعد الأخرى، الأماكن الخمور تغلق، الكوافير أي وحدة تشتغل بالكوافير حتى بالعراق وغير العراق، حتى بأمكنة عربية أخرى الآن في ليبيا وغير ليبيا. هل تم اليوم إقفال مسارح في الدول العربية حيث الأنظمة أنظمة إسلامية؟ نعم، اسأل المثقفين التوانسة يحكوا لك عن مرارة كبيرة الآن تحدث فيما يخص علاقة المسرح التونسي بالمسرح، والمسرح التونسي والحياة التونسية كما تعرف ريكاردو هي حصيلة كل ما صنعه أبو رقيبة من مجتمع مدني أعطى حرية المرأة والى آخره. ولكن تفضل الآن شوف تونس، الآن روح إلى القاهرة، تجريم المبدعين الفنانين المصريين، وهكذا حتى بالعراق. الآن آخر أخبار بالعراق أنه كيف يفوتون على كل الدكاكين اللي يبيعوا خمور ولا مو خمور وكذا ويسكروها واحدة بعد الأخرى. بالعراق لا يوجد مسرح حقيقي إلا بعض المسرحيين الرسل الرائعين الجميلين. خطر جدا لديمومة المسرح، ولكن مسرح بالمعنى المسرح الطليعي. المسرح العراقي تعرف يوم من الأيام كان هو طليعة المسرح العربي، الآن هو في آخر قاطرة بالمسرح العربي. لو قدر لك اليوم أن تعود إلى العراق، إلى كربلاء تحديدا، ضخم ويترك لك حرية اختيار الموضوع، فأي عنوان سيحمل؟ ما أخاف أن أتهم يعني أو يقال عني أنه أنا أحاكي المجتمع الديني أو المجتمع المعرف شنو كذا إلى آخره. رغم أنا مسكون بالمتنبي بصراحة بشكل كثير، يعني صار لي 3-4 سنوات أكتب المتنبي، والآن المتنبي لأنه السنة القادمة هي سنة ثقافية. العراق بغداد عاصمة الثقافة العربية، وعندي رغبة كبيرة أن أطرح فكرة المتنبي أن تكون يعني أن يكون هذا العرض عرض عراقي، عرض يعني لأن المتنبي كما تعرف كشعر وقصيدة ومزايك وروح وفلسفة وغربة وألم. متنبي هو ابن الكوفة ابن العراق إلى آخره. هذا واحد من الأعمال. العمل الآخر اللي أنا أحبه يعني وهذا يشكل حلم من طفولتي ونرجع عودا إلى بدء، يعني هي تجسيد شخصية الحسين بشكل جديد ومختلف، بحيث تطلق هاي الشخصية من إسارها السجني، من سجنها، من السجن الذي يصنعته من أهله، يعني تماما أنه كيف هاي الشخصية يعاد كتابتها، يعاد إطلاقها موسيقيا غنائيا دراماتيكيا بشكل جديد. ذولا عملين يشكلوا بالنسبة لي مفاصل تاريخية. يقدر لك اليوم أن تكتب عملا عن جواد الأسدي، ماذا تعنون هذا العمل؟ نساء جواد الأسدي. جواد الأسدي